السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى إعدادي الحلوين، إزيكم عاملين إيه؟ معاكم مس حنان الشحات. هناخد النهاردة الدرس الثاني من الوحدة الثانية في المنهج الجديد دراسات اجتماعية. تعالوا نشوف الدرس الثاني هيكلمنا عن إيه. الدرس الثاني هيكلمنا عن الدور الحضاري لمصر في قارة أفريقيا في عهد خلفاء محمد علي. خلفاء محمد علي: عباس باشا، سعيد باشا، الخديوي، إسماعيل. خلفاء محمد علي اهتموا بأفريقيا من بعد ما قال إبراهيم باشا إن مستقبل مصر في أفريقيا. ومن هنا نقدر نقول ما الأثر الناتج عن مقولة إبراهيم باشا إن مستقبل مصر في أفريقيا؟ هنقول أدى إلى اهتمام سعيد باشا والخديوي إسماعيل باكتشاف أفريقيا وإصلاح أحوالها. أول واحد في خلفاء محمد علي هو حفيده عباس باشا ابن طوسن ابن محمد علي. عباس باشا ده ما اهتمش بالكشوف الجغرافية، لم يهتم بالكشوف الجغرافية، ولكن عمل إيه؟ أنشأ مدرسة ابتدائية في الخرطوم، وخلى عاصمة في الخرطوم، وخلى الناظر بتاعها رفاعة الطهطاوي. وكمان التجارة نشطت في عهده ما بين السودان والدول المجاورة. سعيد باشا أصلح شوية إصلاحات كتير كده، لأن في عهد سعيد نشط السباق الأوروبي لاستكشاف قارة أفريقيا. الدول الأوروبية بتتسابق ليه؟ لاكتشاف قارة أفريقيا واستغلال مواردها. الدليل: أرسلت الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية عدد من البعثات لاستكشاف منابع النيل. سعيد باشا اهتم بأمر السودان بالتحديد وزارها 1857 زي ما أبوه محمد علي عمل قبل كده سنة 1837 وزار السودان. سعيد باشا عمل إيه؟ اهتم بدراسة أمر السودان لدراسة أوضاعها وتحسين أحوالها وتنمية مواردها والاهتمام بشؤون المواطنين. يبقى بما تفسر اهتم سعيد باشا بأمر السودان لدراسة أوضاعها وتحسين أحوالها، تنمية مواردها، الاهتمام بشؤون المواطنين. أهم الإجراءات اللي عملها سعيد باشا إصلاحات إدارية، وإصلاحات قضائية، وإصلاحات اجتماعية، وكمان إصلاحات في النقل والبريد. الإصلاحات الإدارية اللي عملها سعيد باشا ده: عزل الموظفين المعروفين بسوء المعاملة وأمر مدير الأقاليم بحسن معاملة الأهالي، يبقى اهتم بالأهالي وإقامة العدل بينهم. كمان قام بتقسيم السودان إلى 5 مديريات مستقلة، وكل مديرية بتتبع وزارة الداخلية بالقاهرة مباشرة زي محمد علي بالظبط. كمان أنشأ حاجة اسمها المجالس العرفية. يعني إيه مجالس عرفية؟ يعني تجمع من الشخصيات ذات النفوذ لفض المنازعات بين الأفراد. إزاي؟ استنادا إلى الأعراف والتقاليد المتبعة. فاكرين الأعراف والتقاليد اللي محمد علي لغاها وجاب مكانها القانون العثماني؟ سعيد باشا رجعها تاني. ليه رجعها؟ لإشراك السودانيين في حكم بلدهم. يبقى بما تفسر إنشاء المجالس العرفية لإشراك السودانيين في حكم بلدهم. بتتكون من إيه المجالس العرفية؟ من شيوخ القبائل ورؤساء العشائر. يعني إيه عشيرة؟ يعني زي عيلة كبيرة أوي. طب الإصلاحات القضائية: القضاء أنشأ حاجة اسمها مجالس الأقاليم، محكمة اسمها محكمة مجالس الأقاليم. ليه؟ للفصل في الخصومات المدنية والتجارية. لما يكون اتنين بينهم مشاكل مدنية أو تجارية يروحوا على طول على مجالس الأقاليم عشان تتحل المشكلة. إصلاحات اجتماعية للناس بقى عمل إيه؟ أمر بإقامة معسكر على نهر السباط. ليه يا ترى؟ لمنع تجارة الرقيق. يبقى بما تفسر أقام سعيد باشا معسكر على نهر السباط لمنع تجارة الرقيق. كمان خفض الضرائب وقام بتقسيطها وإعفاء الأهالي من الضرائب المتأخرة. يعني قلل الضرائب على الناس، واللي عليه ضرائب متأخرة لغاها خالص.
وأسقط الضرائب على الجنود، الجندي اللي في الجيش ما يدفعش ضرايب خالص، دي إصلاحات اجتماعية. إصلاحات النقل والبريد، أصلح النقل والبريد إزاي؟ من خلال تنظيم المواصلات والبريد بين مصر والسودان، وكمان أنشأ محطات على مسافات محددة، ما بين كل مسافة ومسافة حط محطة. ليه عمل المحطات دي؟ لتغيير دواب النقل. تعالوا بقى بعد ما خلصنا كده محمد سعيد باشا بن محمد علي، نشوف الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل غير إسماعيل باشا بن محمد علي. الخديوي إسماعيل ده ابن إبراهيم اللي قال مستقبل مصر في أفريقيا ما تنسوش. الخديوي إسماعيل اهتم من بداية حكمه بتوسيع حدود مصر الجنوبية، وبعثاته تعد أهم البعثات في تاريخ أفريقيا لأنها بعثات منظمة. إيه الأسباب اللي خلت الخديوي إسماعيل يكتشف أفريقيا بما تفسر استكشاف الخديوي إسماعيل لأفريقيا أو محاولة إسماعيل لاكتشاف أفريقيا؟ لعدة أسباب. أولها استكمال ما بدأه محمد علي، عايز يكمل اللي بدأه محمد علي وسعيد باشا في محاربة تجارة الرقيق في أفريقيا. كمان استكمال مسيرة جده محمد علي باشا في إيه؟ في اكتشاف منابع النيل الاستوائية. تأكيد الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل والشعوب الأفريقية. بيقول إن مصر وأفريقيا واحد، فلازم إن إحنا نأكد الروابط بيننا وبين بعض. كمان إدخال الحضارة الحديثة إلى أفريقيا بحكم الروابط التاريخية القديمة بينها وبين الشعوب الأفريقية. إدخال الحضارة الحديثة إلى أفريقيا. طموحه الشخصي ورغبته في تكوين إمبراطورية أفريقية تقف أمام أطماع الدول الأوروبية وتعلي من شأنه. يبقى كل دوافع الخديوي إسماعيل بالظبط زي محمد علي. عايز يمنع تجارة الرقيق، عايز يكتشف منابع النيل، عايز كمان يدخل الحضارة الحديثة في أفريقيا، عايز يكون إمبراطورية زي محمد علي بالظبط. بس هو عايز يكون إمبراطورية ليه يا مس؟ لتقف أمام أطماع الدول الأوروبية وتعلي من شأن. توسعات الخديوي إسماعيل في أفريقيا بدايتها كان بإرسال حملات ورحلات استكشافية إلى أفريقيا، استعان فيها بضباط أجانب وضباط مصريين من الجيش المصري. كانت النتائج المترتبة على الحملات دي اكتشاف منابع النيل، وصل لبحيرة ألبرت وبحيرة فيكتوريا، واكتشاف الجهات الشرقية من الحبشة والصومال، ورسم خرائط مفصلة للمناطق اللي وصل ليها وإقامة نقاط عسكرية بها. ليه؟ لتأمينها وحمايتها ورفع العلم المصري عليه. يبقى التوسعات بتاعت إسماعيل في أفريقيا أدت إلى اكتشاف منابع النيل الاستوائية، اكتشاف الجهات الشرقية من الحبشة والوصول للصومال، رسم خرائط مفصلة للمناطق التي وصلت إليها الحملات وإقامة نقاط عسكرية بها. تعالوا لما نشوف أهم التطورات اللي عملها إسماعيل. أول حاجة إسماعيل عملها إن هو اهتم بالتعليم، أنشأ بعض المدارس والمكتبات العامة وأرسل المعلمين والعلماء ليقوموا بالتدريس فيها. كمان أرسل خريجي مدرسة الخرطوم اللي مين أنشأها يا حلوين؟ بالظبط عباس باشا الأول، لمصر لإتمام دراستهم على نفقة الحكومة. فكانت النتيجة لما أرسل خريجي مدرسة الخرطوم إلى مصر نبوغ عدد كبير من العلماء، نبوغ يعني تفوق، السودانيين في مجالات زي الهندسة والمساحة والتاريخ. يعني إيه المساحة؟ فرع من فروع الجغرافيا بيقيسوا بيه الأرض. بالنسبة للتطور الإداري أو التقسيم الإداري، إسماعيل قسم إفريقيا إلى 12 مديرية، وكل مديرية ليها عاصمة، وكمان أنشأ 5 محافظات على الساحل الشرقي الأفريقي. الساحل الشرقي الأفريقي اللي هو من أول هنا سواكن، مصوع، زلع، هرر،
دولت كده المحافظات الشرقية على ساحل البحر، على ساحل الشرق. وفي كمان بربرة، هنا بربرة على خليج عدن. دي أهم المحافظات والتقسيم الإداري اللي أنشأه إسماعيل. كمان إسماعيل اهتم باستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء المزارع في السودان. ليه؟ لزيادة الإنتاج. واهتم بالتوسع في زراعة القطن. ليه؟ بالظبط لدعم الصناعات التصديرية، يعني من القطن يصنع ملابس ويصدرها. لما نيجي بقى للنقل والمواصلات، اهتم بالطرق البرية يعني اللي بتمشي على الأرض، فقام بتحسين الطرق البرية في السودان ومنطقة شرق أفريقيا. وعمل إيه كمان؟ مد خط سكة حديد بمحاذاة نهر النيل. يعني إيه بمحاذاة نهر النيل؟ يعني جه جنب نهر النيل بالظبط وعمل سكة حديد في السودان. كمان اهتم بالملاحة النهرية يعني السفن اللي بتمشي في النهر، فأصلح يعني صلح إيه؟ مجرى النيل جنوب وادي حلفا حد ما أصبح صالح لمرور السفن. وأصلح ترسانة الخرطوم اللي مين أنشأها؟ برافو محمد علي. الملاحة البحرية يعني البحر بقى أكيد البحر الأحمر، أنشأ فنار يعني مينا كده، ماشي، يعني زي ما احنا شايفين مبنى في وسط البحر بينور للسفن اللي بتمشي في البحر، ده معنى كلمة فنار. ودي ترسانة عشان يعمل فيها السفن. يبقى أنشأ فنار بميناء بربرة على خليج عدن، وبنى بها رصيف لرسو السفن. بنى فين؟ في بربرة برضو. يبقى أنشأ في بربرة فنار ورصيف لرسو السفن. التجارة، طبعا التجارة ازدهرت في عهد إسماعيل. ليه؟ لاستقرار الأمن وإنشاء الطرق والمراكز التجارية المهمة. البريد والتلغراف رسائل يعني، أنشأ عديد من مكاتب البريد في السودان، وكمان أسس إدارة للبريد في الخرطوم سنة 1873. وما تنسوش كمان إن إسماعيل مد خطوط التلغراف وأنشأ العديد من مكاتب التلغراف في مختلف المدن السودانية. تلغراف يعني زي الواتس بتاعنا دلوقتي. الكشوف الجغرافية بعد كده توقفت. ليه يا مس الكشوف الجغرافية توقفت؟ بسبب عدم صلاحية معظم الأنهار والبحيرات الداخلية للملاحة وانتشار المستنقعات، ضيق الطرق البرية وكثرة تعرجها وعدم استواء سطحها، انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة ووجود الحيوانات المفترسة والحشرات الضارة والزواحف السامة، غزارة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. دي معوقات طبيعية لإيه؟ لتوقف الكشوف الجغرافية. الناس بقت تخاف تروح تكتشف أي مكان في أفريقيا بسبب الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. كمان في معوقات بشرية وقفت الكشوف زي سوء الأوضاع الداخلية في مصر، لأن إسماعيل في نهاية حكمه حصلت في مصر أزمات مالية بقى مصر عليها فلوس كتير، وأزمات سياسية في نظام الحكم. وكمان كان بيستعين بالأجانب ويعينهم في الوظائف العليا، والأجانب كانوا بيمشوا المصريين. زي كده الكولونيل غوردن اتولى إدارة السودان وعزل كل الموظفين المصريين. احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. لازم نأكد على النقط اللي احنا خدناها كويس قوي، وما ننساش كل خليفة من خلفاء محمد علي عمل ايه. هم مين خلفاء محمد علي؟ عباس، سعيد، إسماعيل. أكتر واحد اهتم بأفريقيا وعمل فيها إجراءات منظمة هو الخديوي إسماعيل. وما ننساش كمان عوامل توقف الكشوف الجغرافية. بعد ما نراجع على الدرس مرة واتنين وتلاتة بنعمل ايه يا حلوين؟ ها، بالظبط، بنبتدي نحل، لأن الحل هو اللي بيأكد إن أنا فهمت. إذا عجبكم الشرح وعجبكم الدرس ما تنسوش لايك للفيديو وشير لكل أصحابكم، وبالتوفيق إن شاء الله.